ده موبايل ريلمي الجديد اللي هيغير مفهوم موبايلات الفئة المتوسطة، لأن ببساطة الموبايل ده فيه 80% من مواصفات موبايلات الفلاج شيب. وأول حاجة هتبين لك ده هو التصميم اللي بيجي بوكسي نحيف جدا، وسمك الموبايل 7.5 ملي تقريبا، مع وزن خفيف جدا 185 جرام، ومقاومة الأتربة ورذاذ المية بمعيار IP58، مع شاشة كبيرة بحجم 6.67 بوصة وحواف تعتبر مميزة في الفئة السعرية دي. والشاشة بتكون بريفريش ريت 90 هرتز، وأداء الشاشة ممتاز وألوانها قوية وواضحة، وده كمان هيساعد محبي الألعاب بشكل كبير، وخصوصا إن المعالج هنا من المعالجات الموجهة للألعاب المتوسطة والخفيفة، وده بيخليني أضمن لك تجربة ألعاب مميزة جدا. تصميم الكاميرا هنا عجبني جدا، لأنه تصميم كاميرات فلاج شيب حقيقي. اللي أكتر من كده بقى الأداء، أداء الكاميرا فعلا هنا أداء كاميرا فلاج شيب، وده بيكون واضح في الصور، وتشبع الألوان والحدة اللي موجودة في الصور فعلا قدر يديني الصور بشكل مقارب للحقيقة جدا. ويمكن تكون الكاميرا من أكتر الحاجات اللي أبهرتني في الموبايل ده. ومع سلاسة واجهة ريلمي ونسخة اندرويد 14 هتاخد كمان شوية حركات جامدة جدا في السوفت وير، زي ان زرار البصمة الغطسان في الفريم تحت ده، وغير انه بيديك بصمة بأداء سلس وبتستجيب من اول لمسة. بتقدر تستخدمه في اكتر من حاجة بخاصية الديناميك بوتون، اللي عن طريقها بتخصص الزرار ده ان انت تعمله بضغطة واحدة يعمل حاجة معينة، او بضغطتين يعمل حاجة تانية. زي انك ممكن تخليه يعمل الموبايل سايلنت او فايبريشن، او تتحكم في جرس الموبايل عن طريق الزرار ده، او انك كمان تخصصه انه يفتح ابلكيشن بشكل مباشر. عندك كمان النوتش هنا، والكاميرا الاماميه بتفتح زي الدايناميك بار كده لما بتيجي تشحن التليفون، او لما يجيلك مكالمه برضو بتبقى باينه لو عملت هيدن للمكالمه، او ممكن كمان لما تيجي تسمع فويس. كمان عندك الاير جيستشر اللي بتخليك تتحكم في الموبايل عن بعد، انك ترد على مكالمة او تقفل مكالمة، وفي بعض البرامج كمان تقدر تتصفح من غير ما تلمس الموبايل. ذاكرة 256 جيجا، وده رقم كويس جدا في الفئة السعرية دي. ورامات 8 جيجا، وتقدر توصل معاك ل 16 جيجا، وده عن طريق سوفت وير ريلمي اللي بتقدر تزود بيه الرامات. طبعا الموبايل هنا بيدعم NFC للدفع اللا تلامسي، وعندك المستشعرات كعادة ريلمي شغالة كويس جدا. بالمناسبة هنا الصوت أداؤه جامد وعالمي وعالي ونقي، وفعلا في مشاهدة المحتوى مكان السماعات مظبوط. والنقطة الأقوى بالنسبة لي في الموبايل ده هي سرعة الشحن اللي بتكون 45 واط، وده رقم في الفئة دي فعلا مش موجود في فلاج شيبات لسه واصلة ل 45 واط، فهنا الرقم ده مميز جدا. ولو هتسألني عن رأيي في الموبايل، فعلا الموبايل يستحق الشراء في فئته السعرية بقوة.